السلام عليكم يا تالتة، وحشتوني والله. انا عارفه ان انا طولت شويه بس يلا معلش بقى خير. ازاي اذاكر الانجليزي او ازاي اراجع الانجليزي في مراجعه الثانويه العامه او اللي هي المراجعات اللي قبل الامتحان. اشمعنى الانجليزي؟ انا معرفش، يعني انتوا كلكم بعتولي على الانجليزي فيلا نعمل الانجليزي. معرفش، هو جايز هو مراجعته عامله مشكله لاغلبكم، فانا اقول لكم انا براجعه ازاي، وبالذات فكره الفوكاب ازاي نراجعها وتبقى يعني مثلا نحصل منها اكتر اماونت يعني او اكتر حاجه، بحيث ان احنا ما ننساش. يعني فكره الفوكاب اللي هو بتتنسي، وطبعا المعاصر والفوكاب بتاعته فظيعه، والاكسبريشن والسينونيم والانتونيم، فالكلام ده كتير قوي. فانا هقول لكم تراجعوه ببساطه ازاي. اول حاجه، الناس اللي بتمسك اليونت على بعضها وتقول النهارده هراجع يونت 1، الكلام ده ما ينفعش خالص. يونت 1 فيها ليسون 1 وليسون 2 وليسون 3 وليسون 4، فوكاب سينونيم انت كل ده وجرامر في لا مش هينفع طبعا. انا كنت بعمل ايه؟ امسك مثلا يونت 1 زي والله كنت عامله لكم في الجدول في الخطه اللي انا نزلتها دي. انا كنت بقسم اليونت على 3 مرات وساعات 4 يعني لو هي كبيره. المره الاولانيه مره الفوكاب، وممكن كان الفوكاب يتقسم على مرتين عشان بس ياخد حق. وهقول لكم يعني كل حاجه براجعها ازاي. اول حاجه الفوكاب ده مره، تاني مره اللي هي الجرامر، بعد كده السكيلز والحل. يعني السكيلز بتيجي مع الحل لان السكيلز بتبقى يعني صغيره، يعني في يونتس اصلا مبقاش فيها سكيلز. فده كان السيستم بتاعي، اليونت بقسمها على 3 أو 4 مرات، مره فوكاب او مرتين، مره جرامر ومره سكيلز وحل. ده طريقه مراجعتي لليونتس. الفوكاب نراجعها ازاي؟ اول حاجه انا لو قعدت مسكت كل يونت وخدت كل كلمه كذا 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 واكتبها كذا كذا، مش هخلص ومش هتثبت يعني من الاخر كده. فانا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل حاجه حلوه قوي بتوفر وقت ويعني بتثبت الموضوع بجد. يعني كنت اعمل ايه؟ اجيب مثلا الكتاب كده، انا ده مثلا نقول ايه، ده عربي وده انجليزي، او ده ماشي ده عربي وده انجليزي. اعمل ايه؟ اروح مخبيه العربي واشوف هل الانجليش انا عارفاه. يعني انا ببص كده الكلمه دي انا عارفاها، يعني خلاص عرفتها خلاص. طب ليه؟ ما هو اصل الامتحان هيجي انجليش مش هيجي عربي، فانت خلاص طالما عرفت الكلمه خلاص، يعني مش شرط. يعني الطريقه دي اولا هتسرع معاك وتخلي خلاص، طالما لو الكلمه موجوده في عقلك انت هتعرفها خلاص. انما على بال ما تشوف العربي وعقلك يترجمه لانجلش فهتكون ضيعت وقت، وهتكون افتكرت ان الكلمه دي انت مش عارفها، وفي الحقيقه انت لو كنت شفتها كنت هتعرفها. يعني دي في خلال تجربتي، انا جربت الطريقتين على فكره، لقيت دي بتنجز وبتثبت الكلمه اكتر وبتثبت المعلومه اكتر، واهم حاجه انها بتنجز يعني. فانا خلاص عرفت مثلا الكلمات دي، انا في دي ودي اللي هم بالاصفر دول بالماركر دول انا مش عارفاهم، اروح معلم عليهم. اصبح كده من السطر ده كله او من الصفحه دي كلها انا عندي دول، بس دول اللي انا مش فاكراهم من حفظي. على حسب بقى انت وحفظك، يعني ممكن يطلع الصفحه كلها انت مش عارف، على حسب الضمير اللي كان في الاول انت اشتغلت بيه ايه. فدول مثلا طلعوا عندي خلاص، انا بقى اخدهم على جنب كده واقعد اعيد وازيد فيهم، واخلي كل اللي ماشي في البيت رايح وجاي يسمعهم لي. كده انا ايه، ضمنت ان الفوكاب كلها انا حافظاها، دول انا عرفتهم ودول ايه يعني اتسمعوا لي كتير. طيب بالنسبه بقى برضو للكتابه، يعني عارفه ان انتوا عندكم كتابه، تعملوا ايه؟ خلاص انا عرفت الكلمه جنبي في ورقه كده، اروح ايه اعملها كاتبه. والله طلع السبيلنج صح، خير وبركه نعدي. ما طلعش برضو نعلم عليها بماركر تاني، بحيث ان انا ابقى عارفه ان ده انا عارفاه بس مش حافظه السبيلنج، بس ده انا مش عارفاه اصلا يعني، ولا سبيلنج ولا يعني لو شفته مش هعرفه. فدي كانت طريقه الفوكاب اللي انا ماشيه بيها، طريقه الفلتره. انا بفلتر، مش باخد كله والله كله بقى انا عارفاه ولا مش عارفاه كله، يعني معجنه واحده غلط خالص. ولا اللي انت عارفه يعني هينجز معاك، المفروض اللي انت عارفه ده خلاص انت ذاكرته المفروض يوفر وقت، مش هيوفر وقت. ولا اللي انت مش مذاكره هتعمل فوكس عليه وتديله التركيز المطلوب، لانك تركيزك حضرتك ضيعته ما بين كل اللي عندك، سواء انت عارفه وسواء انت مش عارفه. تمام، دي اول حاجه. طيب ده الفوكاب. نيجي بقى للجرامر. الجرامر يعني انا مش فاهمه الناس اللي بتروح يعني ما بتراجعش الجرامر او بتقراه وتروح ايه داخله على الحل، ويجوا في الاخر ازاي نعلي مستوانا. ما هو ده غلط. ما هو انت المفروض دلوقتي انت خدت البيزك، تمام، انت خدت بيزك القاعده، الباسف مثلا هو الماضي المجهول ده اللي اسمه ايه المجهول يعني. فانت خلاص خدت البيزك بتاعه. تعمل ايه بقى؟ تسمع شرح سريع يعني عشان يفكرك كده بالقاعده، خصوصا لو انت ما كنتش مراجع قبل كده فتكون نسيتها. تسمع شرح سريع جدا، وبعدين تعمل ايه؟ تجيب تريكات قاعده الباسف وتبدا تكتبها. طب ليه انا عملت كده؟ اول مره انت ما كنتش فاضي تجيب تريكات، لانك كنت لسه بتاخد الحاجه لاول مره، بس خلاص انت حضرتك بتسمعها المره التانية مالكش حجه، فلازم تبدا تجمع تريكات. طب التريكات دي ليه؟ عشان نعلي مستوانا. طب بديهي.
فحضرتك بتكون مجهز معاك كشكول الجرامر، سواء بقى انت بتلخص الجرامر سواء بتعمله في دايجرامز، انت وراحتك يعني. اهم حاجه التريكس دي والجمل اللي هي الصعبه دي كانت طريقتي، انا كنت بعمل كده، اخلص القاعده اجيب تريكات اقعد اكتبها لحد ما اتكون معايا كشكول، يعني كان تقريبا كشكولين او ما قضاش كشكول، مليان بقى تريكس وحاجات يعني كنت اول مره اشوفها بصراحه، وكان اغلبها بجيبها من مدرستنا. يعني انا قلت لكم قبل كده ان مستر صبحي الغيطاني كان بينزل حلقات في مدرستنا روعه، وحاليا برضو بينزل حلقات على تقريبا اسمها التعليميه اكاديمي، لازم تسمعوه يعني، ما ينفعش حد يعدي كده من غير ما يسمعه والله. فده بالنسبه للجرامر، لازم التريكس عشان نعلي مستوانا، والجرامر مش هيجيلك يعني بيبي، مش هيجيلك على طبق من ذهب في الامتحان، لازم يعني يلف ويدور. فانت يعني انت بتشتغل جرامر، فشوف بقى اللف والدوران اتدرب عليه عشان تقوي مستواك. بعد كده السكيلز تسمع لها شرح عادي وتتدرب، سواء مثلا كانت، انا نسيت والله انواع السكيلز يعني، بس الايساي تتدرب عليه، مثلا بتلاقي فيه توبكس مرشحه في كل يونت، وكويس اني افتكرت. الناس اللي بتبعت لي تقول لي التكستس او القطع اللي هي في المعاصر او في اي يعني حاجه يعني، هل دي مهمه؟ اقراها. اقراها ليه؟ اول حاجه الناس اللي بتقولي انا ما بعرفش اكتب او ما بيبقاش عندي كلام اكتبه، ما هو يعني ده توبك اهو وفي كلام بيتقال، فانت اقرا اتعلم شوف بيتكتب ازاي، شوف الطريقه اللي بيتكتب فيها، طريقه اللي هو الحبكه والاخراج، عشان لما تكتب ايساي تتعلم. فشوف الطريقه اللي التكست مكتوب فيها، شوف الاكسبريشنز والحروف الجر او قاعده مخفيه، ساعات بيبقى زي مثلا حاجه اولزو ونهايزر والحاجات الصغننه دي ممكن ما تكونش عندك في المنهج، هو بيلعبوا على الحته دي بقى. الباسجز او التكستس دي موجوده في الستودنت بوك اللي هو كتاب المدرسه الانجليزي، اللي هو اصلا محدش بيبص له ده. هو كئيب بصراحه يعني، ما انصحكوش تبصوا له اصلا، بس هي بتبقى موجوده فيه، وبيبقى متعلم على الحاجات كده هو كتاب المدرسه اللي شادد تحتها خط او عامل عليها ماركر كده، مش فاكره بصراحه كام، بس بيبقى منوه عنها يعني. الحاجات دي هما بيجيبوا منها يعني الاكسبريشنز او حروف الجر او كده ساعات والله بيجيبوا منها. فانتوا مش هتخسروا حاجه وانتوا بتراجعوا اليونت، اقروا الباسج تبقوا عملتوا اللي عليكم خلاص، يعني ما تبقاش في حاجه متسابه بقى للاخر وتيجوا في اخر. يعني السنه اللي فاتت والله دفعه 23 واحده تعملي زي انا هقرا الباسجز دي ليله الامتحان، يعني طب ليه تزنقي نفسك في حاجات اهم؟ طبعا لا خلاص، يعني انت لو سبتها لاخر الوقت كده لا خلاص، بس نصيحه اعملوها عشان هتستفيدوا منها. طيب انا كده اتكلمت عن الفوكاب، اتكلمت عن الجرامر، اتكلمت عن السكيلز. الحل بقى ايه افضل كتاب بالمره بقى، ايه افضل كتاب نحل منه في المراجعه؟ معاصر ماي نيو فريند، بالترتيب كده، معاصر ماي نيو فريند والله توب ستودنت جميل وانا كنت جايباه. في كتاب A1 جميل وانا ما كنتش جايباه بس هو حلو برضه. في كتاب ايه تاني؟ في الجيم مش اقوى حاجه بصراحه، بس هو انت لو عايز تكتفي المعاصر وماي نيو فريند. المعاصر لانه كتاب الدوله يعني معروفه، وكتاب ماي نيو فريند عشان هو فيه سنه صعوبه، وانا قلت لكم اللي عايز يتدرب على قطع صعبه ماي نيو فريند جميل بصراحه. فماي نيو فريند شامل كل حاجه وكنت بطلع منه اسئله حلوه قوي. فماي نيو فريند والمعاصر كافيين جدا جدا ومش تحتاجوا لاي حاجه تاني. ده كان بالنسبه لمراجعه الانجليش. اتمنى اكون جاوبت على الاسئله اللي انتوا بتبعتوها، يعني اتمنى اكون فدتكم بحاجه. لو عايزين مادة معينة تانية انتوا مش عارفين تراجعوها او الدنيا بايظة فيها قولولي وانا ان شاء الله اعمل لها فيديو. بس كده، سلام عليكم.